عائلة مجاهدة. فضيلة الشيخ، جابر نسينا. جابر، ايش تقول في دقيقة بس؟ أقول للعالم سأرجع إلى الشيخ عدنان، وسأقول للعالم إننا سنرجع لو خسرنا أو انتصرنا. لا للسلاح، كلمة الله أكبر تكفي تكفي تكفي، ولا سلاح ولا متفجرات ولا صواريخ، لا نريد هذا، بل الله أكبر كلمة الجهاد والنصر. سننتصر لو بخبز أو 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 مظاهرات، سننتصر. أي شيء، حتى السيوف سننتصر، حتى هذه الأسلحة التي طورتها روسيا والصين والدول الأمريكية التي لا أعلمها مثل روسيا وأمريكا، هي اللي صنعت هذا نحن لا نريده. كلمة الله أكبر انتصر فيه لا أعلم من الأنبياء لما طلعوا على حصان ويرقدون معهم العلم الأسود مكتوب لا إله إلا الله. سننتصر لولا بكلمة الله، سننتصر لو اعتصمنا، سننتصر. لا هذا المجلس الوطني ولا هذا الجامعة العربية، إنهم لا يعلمون إن الله لا يقصد المجلس الأمن سينصرنا، والمجلس الوطني الخائن لم ينصرنا. سننتصر لولا بعجو التمر، سننتصر بالسيوف، سننتصر. ولا أيضا سنحرق العالم. نحن الشعب السوري، نحن الأبطال. هذه ثورة المسلمون الذي سينتصر فيها العالم. لا نريد المال ولا نريد كل هذا، النصر بالله، ولا أسلحة ولا تسليح. قبل رأس أبوك. يعني انت الان رجعت للشيخ بطلت انشقاق؟ وان الشيخ عدنان هو اول واحد قدم للشعب السوري بعدما القيت الكلمه اني منشق، هو لما سمعت من الشيخ. يعني بطلت تراجع عن الانشقاق. يعني بطلت انشقاق الان؟ وتراجع عن الانشقاق. تراجع على الانشقاق. فضيلة الشيخ يعني عاد الى رشده. فضيلة الشيخ، انا ادعو الله عز وجل ان يحفظ لك اولادك وان يحميهم وأن يجعلهم مباركين بإذن الله سبحانه وتعالى في خدمة هذه الأمة الكبيرة، لا لسوريا إنما لأمة الإسلام قاطبة، وأن الله سبحانه وتعالى يسددهم ويجري البركة على أيديهم. فضيلة الشيخ، مساحة حرة في دقيقة، أنا أعلم أن هذه الدقيقة يعني لا تكفي، لكنها هي من تبقى في حلقة. القافلة تمشي والكلاب تنبح، الجبل يعانق السحاب والفئران تعبث في التراب. امضي أيها الشعب في ثورتك جعلها الله عز وجل ثورة مباركة للأمة جمعاء. امضي أيها الشعب الذي أعدت لنا صور تاريخنا المجيدة.